ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض 10 دسك جاتوه. الناس اللي ما تعرفنيش، انا ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. والله بشكركم على الكلام الحلو، وطبعا الناس اللي كانت بتقول لي ان اكتبي المقادير في صندوق الوصف، والله بكتبها. بس انا عشان كنت ببقى كاتبه شرح للفيديو، ف يعني ساعات بيبقى فيه المقادير بتبقى من تحت، انا هحاول اخليها لكم من فوق، وهظبط لكم الدنيا ان شاء الله في كل فيديو باذن الله بالمقادير بتاعته بكل حاجه. بس عشان انا مقاديري دايما ثابته ومش بغيرها، فعشان كده بحس ان انتوا حفظتوها اكتر مني. يعني كنت في القناه القديمه لما كنت بقول على طول المقادير يقولوا خشي على الفيديو على طول، احنا عارفين المقادير بتاعتك ما بتتغيرش. بصوا بقى، طبعا اول حاجه هقول لكم على المقادير، وبعد كده هقول لكم انتوا هتحسبوها ازاي بالورقه والقلم، وهنكون فيها مكسب ولا لا. انا لما بيجي لي مثلا حد بيتفق على جاتوه، يعني مثلا الطلب مني ده، طلب مني 10 دسك جاتوه وعايزين اقل سعر. اقل سعر لدستة الجاتوه، طبعا انا في الوقت ده كنت بطلع دستة الجاتوه من 200 ل 220، تمام. فهم عايزين حاجة اقل من 200 جنيه، يعني بكام؟ قال لك ب 170، ده كانوا عايزينها بياخدوها ب 150، فطبعا بعد مناقشات كتير ان هو مش هينفع، فخليناها ب 170. طب هل بقى دستة الجاتوه ب 170 هيطلع لي فيها مكسب؟ طب انا اعمل ايه؟ وبرضه في نفس الوقت مش هنقول للشغل لا. هقول لكم انا حسبتها ازاي، وان كان طلع لي فيها مكسب ولا لا هنحسبها مع بعض بالورقه والقلم. اول حاجه انا حطيت 3 بيضات. انا كده هقول لكم المقادير دي لصاج واحد، وهنضرب الكلام ده في 10، بس احنا هنضربه في 11 علشان انا دايما لما بيطلب مني شغل بحب ازود دست الجاتوه، تجنبا بقى ان حاجه تقع، حاجه تبوظ، ما تضمنيش حاجه ما تطلعش منك مظبوطه. يبقى دايما عندك الحاجه زياده احسن ما تبقى عندك ناقصه. فانا كده انا عملت 11 دستة جاتوه، وهقول لكم الدستة ال11 انا عملت فيها ايه. آه اول حاجة ضربت 3 بيضات معاهم 100 جرام من السكر و100 جرام من المية، معلقة محسن، وزن المعلقة 35 جرام، ورشة الفانيليا، و3 بيضات. اهم حاجة طبعا يكون حجم البيض كبير، ونص كوباية من احنا قلنا المية والسكر، و 200 جرام من الدقيق. 200 جرام من الدقيق عليهم معلقة من البيكنج باودر 10 جرام. طبعا انا هقول لكم، والله هكتب لكم حاضر المقادير كلها في صندوق الوصف، للناس اللي كتير اللي اتسالت كتير قوي على موضوع المقادير، انت ليه ما بتكتبهاش؟ فحاضر هكتبها. يبقى احنا كده زي ما قلت لكم 200 جرام دقيق، 100 جرام سكر، 100 جرام ميه، 10 جرام بيكنج باودر، و35 جرام من المحسن. والمراحمه اللي كانت بتقولي اكتبيها بالجرامات هكتبها لك بالكوبايه بالجرامات، حاضر. انا الفتره اللي فاتت كنت بقول بالكوبايه عشان برضو طلب مني بالكوبايه للناس اللي ما عندهاش ميزان، فانا هقولها لكم بالكوبايه وبالجرام. و10 جرام بيكنج باودر، 35 جرام من المحسن. المحسن بشتغل بيه بونو او كواليتي، يعني بونو او كواليتي، ما بشتغلش بجولدن باج، يعني سيء جدا. جلد، يعني حصل لي شكاوي كتير قوي من السبونج وكان بيتعبني يعني. للناس بقى اللي بتشتغل بيه وهو تمام معاها، خليكي شغاله بيه، ما تغيروش طالما الحاجه ظابطه معاكي، ما تحاوليش تغيريها. بحط المكونات كلها على بعض، عشان الناس برضو كانت بتقول لي المكونات الفصل ما بتظبطش معانا، فانا حطيت لكم، عملت لكم فيديوهات بطريقه الفصل، وعملت لكم فيديوهات بان انا ضفت المكونات على بعضها، وكمان هتلاقوا عندكم فيديو بيشرح الطريقتين. انت بقى الطريقه اللي تريحك اشتغلي بيها. انا اشتغلت بالطريقه دي واشتغلت بالطريقه دي، الاتنين زي بعض بالنسبه لي. يمكن انا عشان بقالي فتره بشتغل بطريقه الفصل وكنت بحبها، فكان بتضعيف لي الكميه، فبس انا ابتديت احط المكونات على بعضها للناس اللي كانت بتسالني. ضربت كل المكونات على بعضها على اعلى سرعه، انا بس ايه ببطئ لكم الفيديو شويه عشان اقول لكم انا عملت ايه. الصاج اللي هشتغل فيه 32 في 42، هو اصلا 30 في 40، يعني المفروض ان احنا بنشتغل في صاج لدستة الجاتو 30 في 40. طب بس انا الصاج عندي كبير شويه، فمش مشكله، بس اهم حاجه ما يبقاش اقل من كده، ما يبقاش اقل من 30 في 40 عشان يطلع لك دستة الجاتو 12 قطعه، سواء سيرسرول او مستطيل. اولا لما يكون جايلك سعر قليل في الجاتو ما توافقيش بجاتو مستطيل. ماشي السيرسرول تمام، ليه؟ لان السيرسرول مش بياخد معاكي كريمه كتير، تمام، وسهل في شغله ومش بياخد وقت. فانا خلاص طلبوا مني الجاتو بالسعر ده، فانا هم قالوا اقل فينش واقل كريمه واقل حجم واقل كل حاجه، خلاص تمام. يبقى كده ايه، هنبتدي نحسب بقى حسبتنا ونشوف احنا يعني ايه مكسبنا، وفي مكسب في الموضوع ده ولا لا. زي ما قلت لكم انا ضربت المكونات وفردتها كده في الصاج، وهنبتدي نشتغل مع بعض. سويت على درجه حراره 200، كل صاج خد معايا من 10 ل 12 دقيقه، ما بياخدش اكتر من كده.
ابتديت بقى احسب حسبتي. اول حاجه هحتاج كرتونه بيض 30 بيضه في 10 او على 10، هيبقى الدستة 3 بيضات، فانا هضرب التلاتة في 10 ب30، فهنزود ايه 3 بيضات كمان علشان الدستة الزيادة. تمام، انا كده بحسب لكم بالدستة الزيادة. عملت 11 رول، 11 صاج، كل صاج طلع لي 2 رول. ماشي، يعني الدستة هعملها من صاج واحد، فانا عملت 11 دستة، عملت 5 فانيليا و5 شوكولاتة، و اللي في الاخر دي عملتها نص ونص، نص فانيليا ونص شوكولاته. تمام، هقول لكم. يبقى احنا كده عملنا معانا كرتونه بيض ب150 جنيه، انا بجيب كرتونه البيض ب135، فانا حسبت الثلاث بيضات الزياده. يبقى كده الكرتونه هتبقى عامله، عشان دي جايباها طبعا جمله على بعضها، هتبقى عامله 150 بالثلاث بيضات الزياده. تمام، وهحتاج للجاتوه هحتاج كيلو كريمه. انا الكميه دي هتاخد معايا كيلو كريمه. الكل دستة هتاخد 125 جرام، بس انا والله العظيم ال11 دستة خدوا معايا كيلو كريمة. تمام، ده على حسبتي انا. الكيلو انا بجيبه ب 310، اللي هي الكواليتي السوبر سوبر ستار. تمام، فانا حطيت 310 كريمة و150 جنيه بيض. هحتاج وهحتاج علب. انا في اليوم ده حطيت العلب اللي هي العلبه الكبيره اللي هي 30 في 40، بتشيل معايا 20 قطعه، فاحتجت 5 علب، العلبه ب10 جنيه، فحسبت 20 جنيه علب. وجبت ورق كب كيك اللي هي الواحده ب35، وكفتني ما شاء الله، كان فيها عدد كبير، بس انا ساعتها جبت 2 وحسبتهم 70 جنيه وفاض منهم. واحتجت 2 كيلو دقيق، لان كل صاج هياخد معايا 200 جرام دقيق. انا بوريكم كده اول دستة ونص، طبعا انا عملت كله سيريسرول زي ما انتم شايفين، وقفلته وكنت كل اللي بقفله بحطه في العلب على طول. واحتجت برضو 2 كيلو سكر، كيلو حطيته في الاسبونشات وكيلو مع الكريمة. تمام، واحتجت حوالي 35 في 10 ب350 محسن، يعني قولي نص العلبة بتاعت المحسن بجيبها ب150، فحطيت لها 75 جنيه. حطيت غاز 100 جنيه، ونور 100 جنيه، 100 و100 تسوية بقى، وغاز بقى ونور وكل الحاجات الاستهلاك. وحطيت بيكنج باودر 20، وحطيت فانيليا 20، وحطيت كاكاو لان في نص كاكاو 50 جنيه. تمام، وورق الكب كيك زي ما قلت لكم حسبناه، والفانيليا والبيكنج باودر والكاكاو والمحسن كله 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 صرف معايا 1000 جنيه. تمام، كل المكونات دي صرفت معايا بالعلب بالتسوية بكل حاجة 1000 جنيه. تمام، وانا طلعت الدست على 170 في 10 ب1700 جنيه، يعني في حوالي 700 جنيه مكسب. وكمان فاضلي دست الجاتوه طلعتها في اليوم ده على 200 جنيه، يعني في حوالي 900 جنيه فرق. تمام، وبالنسبه لنا احنا كده مطلعين الدستة اقل من سعر السوق بكتير جدا. فلما يجيلك الجاتوه باذن الله وافق عليه باي سعر. مش معنى كده ان انا بقولك ان هو انت توافقي باي سعر اللي هو اقل من 170، لا طبعا. بس انا قصدي لما يكون حد طالب منك حاجه وليه تفاصيل معينه عايز يعملها، ما تقولوش لا، لان هو وامكانياته. ما في ناس بتبقى عايزه تفرح عيالها وتعمل مثلا عدد كويس يكفي الناس، وفي نفس الوقت مش عايزه حاجه مبالغ فيها. انت مش لازم تشترط عليه ان انا معلش هعمل لك كذا وهعمل لك كذا، مش عايز، هو مش عايز الكلام ده. هو عايز حاجه يعني يحطها قدام الضيوف، وفي نفس الوقت تكون سعرها مش مبالغ فيه. فتمام، في موضوع الجاتوه بالذات حاولي يعني تراضي اللي قدامك. انا ليه بشتغل ممكن سيريسرول اكتر من الجاتوه المستطيل؟ لانه الجاتوه المستطيل بالنسبه لي بياخد وقت مجهود، وبياخد كريم اكتر. يعني مثلا انا حتى لو عندي ديب فريزر ومخلال الشغل، مش العشر دست لو انا عملتهم قبلها بيوم هحطهم فين لغايه ما اقطع وافنش واعمل؟ لكن الرولات دي بالنسبه لي بحطها فوق بعضها، فبالنسبه لي عادي مفيش مشكله. تمام، حتى الشوكولاتات اللي على الوش دي لو انا ما حسبتهاش او نسيتها ما خدتش معايا كتير، ممكن نحط لها 100 جنيه كمان مثلا، شوكولاتات اللي هو الجناش
وهتبقى مثلا مكسبك بدل 900 يبقى 800 لو انا مثلا نسيت الشوكولاته، لان أنا فعلا نسيت. والكريسبيات والحاجات اللي على الوش انا حطيت حاجات قليله جدا، يعني حتى البسكوته بتاعت اللوتس كنت بقسمها اتنين، يعني برضو ممكن نحط 100 جنيه كمان كريسبيات، يعني برضو هيطلع لك حوالي 700 جنيه، مع ان ال 1000 جنيه انا حسبتها بزياده، يعني انا حسبت ال الدقيق والسكر والمحسن والبيكنج باودر والنور والغاز، كل ده حسبته بزياده. يعني انتوا لو حسبتيها بالورقه والقلم بالظبط هيطلع لك مكسب اكتر من كده. تمام. فانت لما يجي لك حاجه في الجاتو، ربنا يصلح لكم الحال ووافقوا. والجاتو السيرس رول يعني مش متعب قوي، انت بتعملي الرول وتلفيه وتحطيه في التلاجة وتاني يوم بتفنشي، فالدنيا ان شاء الله. يعني انا الاوردر ده كان مطلوب مني، كان يوم جمعه، كان مطلوب مني بعد الصلاه، يعني قالوا لي على العصر كده يعني هنصلي الظهر كده وعلى العصر كده هنجيلك. انا كنت بعد الظهر كنت بحطه في اخر علبه. تمام. يعني صحيت بدري وقفلت شغلي وخلصت دنيتي، والبسكوت اللي هو الاوريو الصغنن ده واللوتس الصغنن ده حلو جدا وبيرمي معاكي في العدد. فيا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، واستنوا فيديوهات تانية، وان شاء الله الفترة اللي جاية عايزة اعمل لكم فيديوهات للفينش، بس يعني انا عندي افكار كده للفينش، الفينش بتاع التورت بتاعت راس السنة. مش عايزة بقى اعمل فيديو من البداية اللي هو خبز الكيك والتجليس انا عايزة اخش على الفينش على طول. لو عجبكم الكلام ده قولوا لي، وانا هخلي الفيديو الجاي ان شاء الله مثلا حوالي 10 تورت الفينش بتاعهم يكون مختلف ويفيدكم يعني في الفترة اللي جاية في عروض راس السنة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، هستنى منكم التعليق بتاعكم، وشكرا لكم.